طيب، مواصلة للحديث عن تلاميذ أبونا الشيخ السماني. في الفيديو ده نحن نستمع للشيخ الصديق بيحدثنا عن شخصية هامة جدا في مسجد الشيخ السماني بطابة الشيخ السماني من دامت. نستمع للشيخ الصديق لأنه هو كان موجود في الفترة دي، وبينه وبين من دام الصداقة، فيعني نستمع له ويحدثنا عن حياته. من الشخصيات البارزة في بقعة الشيخ السماني الشاعرة من دامن، وهي يعني والدنا الشيخ السماني تزوج ببنتها السارة رحمه الله، وهي جدة للأستاذ الشاعر الأديب الشيخ الشاذلي الشيخ البشير الشيخ نور الدايم سيدي أحمد الطيب رضي الله عنه. الشاذلي الشيخ الرفيع. أيوة، الشاذلي الشيخ الموجود دلوقتي بالتمازين بالتربية والتعليم. رجل شاعر أديب كاتب كله متوفر فيه. وعلى كل حال هي يعني كانت يعني غريحتها متوجدة شديد وشجاعة، ولها يعني تقدر تقول تأثير في الناس عموما، ومحبوبة لدى أهل الطريق كلهم بأجمعهم بدون ما أقول. يعني أنا بفتكر نفسي صادق لما أقول بأجمعهم، لأنه ما التقى بها زول في حياته من أهل الطريق إلا إنه ربطت العلاقة بينه وبينه بصورة غير عادية. أي، وهي زي ما قلت لك صادقة القريحة وشجاعة. أي، ومن الذكار المشهود لهم، المشهود لها بالفرة في باكو في الزمن في أول نشأة الطريقة في الشيخ السماني. من الناس هي فرر الشيخ السماني مع الفقراء. الفرق اللي قلناه في مطلع التسجيل ده بتاخد 15 يوم مثلا، يمشوا الناس من منزله لمنزله متتبعين في الغابات واحراف الجبال والانهار والحاجه بالصوره دي. فهي كانت بتفر مع الفقراء، وكانت ظهرت عليها يعني الشجاعه، يعني ممكن ما قادر اقول هي اكثر منهم، لكن تميزت بها على كل حال. ومن ضمن الاشياء اللي بتقولها سمعتها منها كثير جدا جدا، انها في اثناء الفره مره جلسوا في حته على نهر الدندر في منتصف الليل، وعاده الفقراء لما يكونوا يفروا مجموعه يعني في فره عند ساعه الاذكار بيكونوا على بعد من بعض، وعندهم من يراقبهم كأنه رئيس عليهم. فقالت إنها مرة شافت القمر يعني نظيف والواطر رملية على نهر الدندر، وهم توزعوا لكن بيشوفوا بعض. من الأشياء الأصلى يعني أنا ما بقدر بسميه شنو بالداهن ناس الذكر، ومعروفة عند الصوفية، معروفة جدا جدا، زي اللي ممكن تقول الحيوان المفترس، ممكن الشبح، أشباح، مسائل حاجة بالصورة دي بتداهم الناس على مرأى العين منهم. فقالت إنها لاحظت واحد من أخوانه وهو منسجم في أذكاره يجاري عليه نمر، لما رفع راسه الزر رفع راسه على لقى النمر جنبه، أخذ له كذا كده أو قوم له فوق. الرجل المراقب هناك نتره كويس، كده ثبت، والنمر فات للثاني والثالث والرابع. فهي بتراقب الحكايه دي. فلما جاء عندها هي استمرت في جرد السبحه، جر سبحه اللالوم وتغافلته. فقالت شعرت بيه انه يعني زي وقف جنبها وما اشتغلت بيه، وفي النهايه فات انصرف ولقيته خيال. قالت هو ما اسد ما نمر حقيقه، خيال. لقيته خيال من ثبتت ولقيته اخيرا خيال انتهى جنبها. دي الشعر من دام. وهي والله كانت أنا بالذات ولد لها
وصديق، ومن أبرز الناس في حياته الحقيقة. دائما بتلقى منها الكلام عن الطريق وما حصل من في قبل يولدون نحن وخيرنا وحاجة بالصورة دي. وهي زي ما قلت لك لها إنشاءات يعني فيها ذوق وفيها معاني جميلة جدا جدا، وهي نشوف نماذج من المسألة دي. نماذج الشعر يعني. أيوة. طيب. لأن هي كانت تكتب الشعر بتنشئ وتنشئ. أيوة. نعم. تنشئ الشعر كويس. الشعر بالوارد مش الشعر ساي. نعم. أي. وكلمات قوية وجميلة ومعبرة خالص خالص. نعم. أي. قالت في قصيدة على شيخة لوصف شيخة الشيخ السمان الشيخ البشير. نعم. سمان بليل قايم رفعة وطايل العمايم يا ليل ناديه. سمان بليل قايم رفعة وطايل العمايم يا ليل ناديه. الصايم لله هايم نيل الفوق اللمايم. نعم. تعيش يا دقر السمايم كل زول في وساته نايم. نعم. كأنه يعني الواحد شوي بيتحرج لما يقول انه هو كأنه لو يطايل على كثير من الناس في عونهم اليوم في حياتهم وحاجة بالصورة دي لما يقول كل زول في وساته نايم. يعني أمان تماما يعني. لا. نعم. عونه للأصدقاء والأحباب والأهل ممكن تقول العون المادي الحقيقة لما قالت كل زول في وساته نايم. تعيش الصائم لله هايم نيل الفوق اللمايم. تعيش هذا قرى السمايم كل زول في وساته نايم. نايم. يا ليلى نادي الوسيلة الشيخ دراج العطيلة انت الحاجة عبتشيلة وانت تقيم كل ليلة. نعم. كأنه حياة كلها مبنية على كده على الذكر. يا ليلى نادي الطرابة رجالا عاصرة ركابة لابسة للنور ثيابة. نعم. من مرح شرابة. نعم. كيف يعني شنو لابسة للنور ثيابة؟ لابسة للنور ثيابة هي أصحاب معارف وأصحاب ملكات روحانية كبيرة جدا جدا وأشياء أكثر ما أعرفها أنا أقدر أقولها بالصورة دي. وضحت للناس عبر التاريخ في أفعالهم الفوق الطبيعة. نعم. وحتى الأشياء الطبيعة الممكن الزول إنجازها بمعاناة هي تكون بأيسر السبل حاجة بالصورة دي ومحيرة. نعم. لابسة النور شرابه لابسة للنور ثيابه. من مرة طبعا زي صيغة المبالغة كده مش كده؟ والله لابسة للنور ثيابه. نعم. أيوة. هي كأنها ملكات روحانية وملكات أو يعني تقدر مكانات في السلوك والعرفان والمسائل دي وكده. أيوة. كأنها هي. أيوة. يعني جبة يعني هم لابسينها كأنها جبة لابسينها. سلام كويس جميل والله. نعم. طيب انت الحاجة عبتشيلة وانت تقيم كل ليلة. نعم. يا ليلى نادي الطرابة رجالا عاصرة ركابة لابسين للنور ثيابة منهم مرح شرابة. والله يبقى أنه النور هو عالم غير عالم الطبيعة. هو مؤكد عند السادة الصوفية بيشير لعالم غير عالم الطبيعة تجاوز الطبيعة كانوا في المسألة دي اللي هي المعارف والملكات. الملكات اللي تقدر تقول فوق الطبيعة تسمى روحانية وتسمى نورانية يعني مسائل تكاد أو هي بدرج بها الزول على المعارف الإلهية. نعم. طيب قال من مرح شرابة اللي هو ده السنة كأنه دي هي العطايا جاء من مرح للناس على الجد والمجتهدين وأصحاب الأذكار والماسكين الموضوع جد. ومن مرح شرابة إشارة له للسند نفسه. جدا. ما كان هذه الجهة المنبع الأساسي. نعم. طيب وإشارة طبعا مرح طبعا هي ماذا يعني هي رمزية لوجود الشيخ هناك الشيخ أحمد الطيب. جدا. نعم. طبعا واضح كده. واضح كده.
نعم. الإمدادات كلها كأنها بديون من الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه ونفعنا به ومدنا بالمدد. نعم. من مبرح شراب. أيوة. طيب نيلك طامح وسادر يدلقاش مو نادر. نعم. فرسك للصيحة حاضر من تبيت انت نادر. أي. قلت لك عندها غريحة أيوة صادقة وعجيبة جدا جدا. نعم. أي. نعم. يعني كأنه حياة الشيخ مشهود له ومدونة ومعروفة عند الناس الأغران والأهل بيسمعوها الناس. هو من شبكان يعني ما عادي كده أبدا. هو ما كعادي الناس مما شبه. هي دي إجابتها من صغره. أي. نعم. طيب من تبيت انت نادر. ها نحن بنقول عندها يعني بعض الإنشاء غريب جدا في الناس اللي تقدموا من الأولياء وكبار العارفين وكده. بتقول طيب عندها قصيدة يعني منشئة في الشيخ عبد القادر الجيلي. بتقول يا منادي نادي الجيلي رئيس الكرام الكيلي. يا سارق بالليل يا سارق بالليل يا سارق بالليل ويا منادي يقول يا كيلي يأتيك مثل السيل قايد عنان الخيل. فقايد عنان الخيل دي الناس دي بيجيبوا كلام يعني زول لما يجي على كل حال بدي رمزيات لمعاني كبيرة جدا جدا. قايد عنان الخيل يمكن يعني هنا الواحد بتصور انه هو له ملكات عديدة ومتعددة. نعم. تجي قابل بها كل شيء كل إنسان وكل على كل حال هي متعددة. نعم. هو كشخص واحد لكن له ملكات متعددة كبيرة جدا جدا. نعم. قايد عنان الخيل. نعم. يا سارق بالليل ويا منادي يقول يا كيلي. يأتيك مثل السيل وقايد عنان الخيل. الخيل هي الهمم والقوة الإلهية. نعم. أو قوة ملائكية ولا قوة إلهية اللي يفعل بها في المجال ذاك ما يفعل. نعم. تاني البيت اللي بعده طيب نادي الجيلي رئيس الكرام يعني طيب دفنوها في الخمول القمر والسفول جاء الخير بحفوله صارت كل يوم تطول. فدي كانت كبار العارفين بالله إنه كانوا في غاية من التواضع وفي غاية من الخمول كأنهم يعني ممارسوا أعمال في حياتهم في معاشهم وفي مسائلهم هي رسة لا يرضى بها كل الناس. فيعني هي يوصفون بأن ما يعني بيمارسوا المسائل فيها الشهرة والفيها الصيت والمسائل دي وكده. هم بيحزموا في النفس وجيوش النفس. نعم. في مرادهم المراد هو الله سبحانه وتعالى. نعم. دفنوها في الخمول القمر والسفول. جاء الخير بحفول صارت كل يوم تطول. كأنه هو كأنه كل يوم تترقى نتيجة سلك السلوك ده بصدق بيترقى ويبقى من أهل الخير. والخير هو طبعا يفسر بأشياء ما عادية ذات. هي نفسها هي بتتكلم عن النفس. تتكلم عن نفسها قدر ما زول دفنها قدر ما هي بالضبط كده. وده السلوك الصوفي مما نشأ التصوف. أو حتى سلوك الأنبياء ذاتهم كده كان بالصوفي التواضع بالضبط كده. طيب بالضبط كده عماد المسألة ذاتها. نعم. ما نالوا الرجال من المكانات دي إلا بالانكسار. وشعب الجيل يقول يعني تركت الأبواب كلها أبواب العبادات الصيام والقيام الليل والأذكار وهو قال ما وجدتها مليئة بالرجال إلا باب الذل والانكسار فلزمته. حتى إنه كان يزدرون الناس ويسخروا منه ويسموه الأبله والأخرس وحاجة بالصورة دي. وده كله في سبيل مراده الأصل ما بينال والإنسان نفسه بين جنباته أبدا. فشوف أنا قلت لك عندها غريحة ما عادية كده. قالت دفنوها في الخمول القم والسفول جاء الخير بحفول صارت كل يوم تطول. قالت لبس الأنوار عمامة
وكتموا الأسرار الصمامة، ذبحوا النفس كرامة وحيوها في مقامة. والبيت ده لو يعني في أذهان الناس حسي ذكرى عظيمة جدا جدا. في حدا في زيارة قام بها والدنا والأستاذ الشيخ القطب قطب الطريقة السمانية الشيخ قريب الله من الشيخ أبا صالح حفيد الشيخ الطيب ود البشير، ومعروف للناس الشيخ غني عن التعريف إنه يعرفه. فالفقراء محتفلين به يعني في الأيام اللي قضاها مع الشيخ السماني ليل نهار بالأذكار والمدايح والإنشاد وكل ما يلزم. فيحكى هي الشاعرة جالسة وسط الناس وبتقود الجلسات القصيد والمديح والإنشاد. الشيخ رب الله اتحرك من الحتة اللي قاعد فيها لغرض ما نحو 20 متر، سمع البيت ده، وقف اسمع البيت ده تقريبا يقال من حوالي الساعة 12، من عند الساعة 12 في الليل. دفنوها في الخمول، لبسوا الأنوار عمامة وكتموا الأسرار صمامة، ذبحوا النفس كرامة وحيوها في مقامة. يقال إنه واقف بعين في الناس، لا هم قدروا، لا هو اتحرك ولا هم قدروا يسكتوا من القصيدة والقصيد إلى أن أعلن الأذان الأول، حتى هو انصرف وهم قاموا عليه مهامهم. بقت حال. لا بقت حال. يعني دي 1 2 3 أقل شيء الساعة 3 ساعات 160 دقيقة واقف في. ما بعرف إنه أنا أقيم الحتة دي ولا بعرف بتكلم عليها على كل حال. نعم. دي من دائما شوف تأثيرها كيف في الناس. نعم. عند البيت نقول من القصيدة ذات البيت ما غرتهم دنيا وما لهم فيها نية. أن نفسهم وطية سووا السهر مطية. أنا قلت لك المرأة عندها غريحة غريبة شديد. هنا ما سووا النفس مطية. كويس. عندك هناك كبار السادة أهل الله زي من أكابرهم الشيخ محمد وفا أو علي وفا أبوه، واحد فيهم الأب. عنده برضه من نشاء بقول: وما الليل إلا للمجد مطية وميدان سبغ فاستبق تبلغ المنى. يا سلام. وشوف الوليدة جابتها كيف الشعر دي. الشعر من تامة. أي نعم، اللي هو ما غرتهم دنيا وما لهم فيها نية. نعم. أن نفسهم وطية سووا السهر مطية. ومعروف عبر التاريخ البشري إنه السهر هو المطية لينين المكانات الإلهية. أي السهر. أي. وما الليل شوفها هي من دامت في الزمن المتأخر ده وهي لا تعرف الكتاب والقراءة ولا تلقت أشياء تجيب لها المسائل دي وكده، تقول كلام زي ده ونلقاه عند كبار أهل الله: وما الليل إلا للمجد مطية وميدان سبق فاستبق تبلغ المنى. أي. نعم. أي. من دامت. نعم. على كل حال هي كانت مرة ما زي الحريم عامة الحريم، إلا كان الناس في مصافدة. وكان الناس عندها أنا يعني فخور والله، حتى لأنه ما زلت هي كأنها في حياتي قاعدة صديق لها رغم الفارق السن. شوف فهي عندها تقديمة للناس، كل الناس معارفة، تقديمة للناس حتى من آل بيتها، تقديمة للناس على بعض بالتقوى والدين. أي ناس الطريق عموما ألاقوها مؤثرة فيهم ويعرفوا، حتى إنه الزائر لما يجي الشيخ السماني بيخد في باله من دامت طوالي يزورها. أهم الناس، شخصية مهمة جدا. يا سلام يا أخي مع وجود الشيخ. مع وجود الشيخ. أي نعم. مرة الأستاذ محمود طه في زيارة للشيخ السماني قال يجيبوا له شعار يشوف نفس البقعة، جابوا له المقدم بلال. طبعا الكلام عليه برضه بطول لكن ما مجالنا هسه، وبعض المقاديم، وجابوا له الشعر من دامت. لما بذكر كلام بيقول الأستاذ محمود بعد زمن طويل والناس دي كلهم فاتوا الآخرة، بيقول إنه أنا لما جيت الشيخ السماني وطلبت أشوف نفس البقعة ورموزها جابوا لي من دامت والمقدم بلال. يصيح صيحة الشعار اللي بنقوله في الحلقة بتاعت الذكر، يصيح بلال والناس كتار كانوا موجودين،
لكن خصص ذي قال يصيح بلال تبكي من دامت، تقصد من دامت يبكي بلال. كلام عجيب. ده كلام. بعدين الاستاذ محمود قال لا من دامت قدام الحشد ده كله، قال لا انا داير اخاويك. قالت لي بعد اكلم ابوي. فعلا قال لا سمح تكلم ابوه. انتظرها قاعدين الناس، مشت لي والدنا الشيخ السماني قالت لي يابا انا الراجل اللي جبتني له ده هسه قال لي داير اخاويك، وقلت له بعد اكلم ابوي. قال لا يا من دامت اذنت ليك. وقبل ده اخاويك دي قال لا جدنا الاستاذ القطب العارف الكامل الشيخ قريب الله الشيخ ابي صالح. قال يا الشيخ قريب الله. نعم. قال لا من دامت داير اخاويك. ومشت للشيخ السواق قالت له ابوي الشيخ قال لازم تليك. فده عندك قالت لي قال لازم تليك يا من دامت. يا سلام متقدمه جدا. لا اهتمام الاكابر كانت. يا سلام. اي نعم. اي ولو ما وضعها ساكت ده الصغار ما بيعرفوا الناس. دام شخصية مهمة شديدة. يا سلام يا اخي ما زال حتى الان هي الناس لما يذكروا المسائل التاريخ ده ومشاهده وكده هي من اولى الناس اللي يذكروها بالمواقف دي وكده. يا سلام كلام جميل. مرة غريبة كانت. غريبة خالص. نعم. مرة تقية ذاكرة فتحت الغريحة واللب لحد ما حصل ما حصل. كان ارتباطها بالمسجد كبير. حتى الوفاة حتى الموت. والغريبة إنها لما جات عند الوفاة كان عندها ملارية بسيطة. خدت يدها يعني متضجعة في السرير وكل أهلنا الحريم جو يطايبوها ويتونسوا معاها، مدوا لها كوباية الشاي ومتضجعة عليه وساندة راسه كده بيدها وتتونس معاهم، وقعت الكوباية من يدها قالت الله وراسها بيقع على المخدة لقوا روحها ما فيه. يا سلام. يا سلام. نعم. دي وفاة من دامت كانت كده. يا سلام. مشهودة للناس كلهم حسق عليها. نعم. وهي ما توفت في تقريبا في بعد الثمانينات ولا في الثمانينات. كلنا حاضرنا وواعيين الناس واعيين. الله. نعم. وراسه من يدها كده متوقع على المخدة روحها طلعت كده على دي يا كده. سلام. كلام عجيب شديد. نعم كلام عجيب. ايوه دي من دامت. والله الناس اللي يمكن يعني قريحتهم بتستضيفهم بالكلام ممكن يكلمك على من دامت يعني بصورة انه تاخذ الساعات. ايوه بالحيل. نعم. قال الاستاذ محمود قال كثير جدا يقول لي تجيب لنا من دامت. شكرا عليه. نعم. فكان يحتفلوا بها الاخوان الجمهوريين احتفال عظيم، وحتى انه ما لما سمح لها بالسفر من ام درمان ما سافرت طوالي، اخذوا اخوان الحصيصه واخذوا اخوان مدني لمدني. وحتى تحكي لك تقول انه لما وقفت عند البص الماشي لحاج عبد الله تصف الناس كبار الجمهوريين في وجهه زي الاستاذ سعيد الشايب وامثال الحاج السوريدي وقفوا معاه عند البص الى ان قام البص في سوق مدني جنب لما كان موقف عند شمال المستشفى. يا سلام يا اخي من دامت مرة غريبة جدا جدا يا اخي. روحانية عالية. بصورة غير عادية. نعم. نعم. كانت